عارفين مطاعم البريسكت اللي اللحمه بتطلع من عندهم دايبه بعد 8 10 ساعات في الفرن، بس للاسف الشديد كلها موجوده في القاهره يا في دبي. اهو انا بقى اكتشفت لكم مكان لسه فاتح جديد في اسكندريه، عامل ديسبلاي خطيره باللحمه البلدي سواء بريسكت او ريبس. يعني ده حتى البرجر عندهم معمول كاملا باللحمه البلدي، فتخيل كده تاكل قطعيه لحمه نظيفه وانت باصص على البحر ومن غير ما تدفع كتير. فمن غير رغي ياما تعال نجربه. يعني مبدئيا الحاجه الريحه بتاعتها تحفه يا جماعه، اللحمه نفسها دايبه وبايشه، ما قابلتش اي مقاومه بقي خالص. انا عندي فضول الصراحه اجرب الصدوق جدا، طعم الحاجه البلدي واضح جدا فيها. فيلا بينا بقى على وجبه الريبس. بس بتخاصم العظمه يا الله. اوف، كفايه قطعه الريبس كده مع شويه البصل، نقفل الساندوتش. دي خطيره، كلمه جوسي كلمه قليله عليها. 28 من 10. فيلا بينا بقى على المنيو السندوتشات عندهم. هم عندهم منيو كبير بس انا جبت اجمد 3 عندهم عامه. وخلينا نبدا اول حاجه بسندوتش المشروم. ويا جماعه البنايه تحفه، الساندوتش نفسه غرقان مشروم من القلب، مشروم فريش، لحمه بلدي. المكان ده اكتشاف يا جماعه بجد والله ما بهزر. اوف، اقسم بالله مش هبقى ببالغ لو قلت ان ده من احلى 3 سندوتشات برجر ادوهم في اسكندريه عامه. الكواليتي بتاعت البيف خطيره، طعم المشروم حلو، لقمه العيش تحفه تحفه. فتعالوا ندبل الجمدان ده مع سندوتش دبل. المكان ده اكتشاف. كميه الجوسنس اللي في اللحمه مش طبيعيه. بصوا الساندوتش عامل ازاي. يلا بينا على اللي بعده، وده بقى السموكي باربيكيو. التجربه كلها حلوه عامه. عشان كده اقول على اسم المكان، هو ميت فاكتوري، والافتتاح بتاعهم النهارده وعاملين شغل جامد، فهو هيفوتكم. ومكانهم سهل جدا في كامب شيزار على البحر قدام النفق على طول.